طب يا جدعان انا لسه فاتح جنب بيتي مكان غريب جدا بيعمل كل حاجه بالبطاطس، اللي هو كل دي بطاطس يا جدعان، بطاطس بكل الاشكال والالوان والصوصات والحركات دي كلها. يعني حتى التحليه عندهم عباره عن بطاطا اول حاجه، وهي البطاطس الكرينكل العاديه، بس هي بطاطس بس هي نفسها ملحمه كده فحلوه. احنا دلوقتي عشان ما ننساش موجودين عند داتش فرايز، هو المكان الصراحه حلو قوي تمام، هو واخد الكونسبت بتاع عارفه البطاطس بتاعت هولندا. فنخش بقى على ثالث نوع معانا، ودي البطاطس الوافل، دي احلى واحده فيهم. فنخش بقى ايه على اللي بعده، وهو منيو الباستات او باستات ايا كان. انا جبت الثلاث انواع باستات مختلفين عن بعض. اول واحده فيهم اسمها سباجيتي بولونيز، ودي البيستو تشيكن او بيستو باستا. اخر واحده بقى فيهم اسمها ايه، فرولي دي ماري، فروتي دي ماري. بص هي بالسي فود عموما يعني، فاحنا ايه هنبدا بيها الاول. اوبا حلو قوي صدقني. الواد صوص كريمي قوي قوي، كميه السي فود اللي في القلب كويسه، نوع الباستا اللي مستخدمينها حلوه. فيلا بينا بقى ايه نخش على المنيو الحلو عندهم. والحلو عندهم بطاطا، تعرف البطاطا حلوه، والبطاطا فيه منها نوعين، يا اما مشوي يا اما مقلي. المقلي بيبقى معمول على شكل فينجرز وبتاع. بص ده كده شكل البطاطا هي. الله، بص يلغي بقى كل اللي فات لان ده حلو قوي، حلوه قوي 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 قوي. كونسبت البطاطا وهي مقليه كده، الشوكولاته اللي عليها ده مجرم. فتعالى كده طب نخش على البطاطا المشويه، لكن دي عليها صوص بيستاشيو، دي طريه قوي. اوف الله، دي عامله قوي شبه البطاطا اللي احنا مثلا ممكن نكون بنعملها في البيت. واخر حاجه بقى معانا في سيكشن الحادق، وهو اللودد فرايز والحاجات دي كلها. بس المنظر عامل ازاي.